المغربي لاح العالم المغربي لاحوا، راه ما عندهاش شي تفسير واحد اخر. ومني بعد الصفحات تكلموا على هذه المساله خرجوا شي مغاربه كيقولوا لا للفتنه. علاش؟ حيت حقا با فلسطينيه وامو جزائريه، حنا ما بغيناش الفتنه مع المسلمين ياك الابطال، ياك اخويا ياك اختي. هادشي اللي بان لكم، كتبان لكم الفتنه ملي كيتعلق الامر بالمغرب، ملي كيجي شي واحد يدافع على البلاد. ما كتبان لكمش الفتنه في حوايج اخرين، ملي كيكونوا النقاشات على الحريات الفرديه وكلشي كيبدا شي كينوض يسب وش الخفشي. ملي كيكون الحديث على تجريم بعض المسائل كينوض السبان. ملي كيكون الدفاع على اي قضيه من القضايا العادله او غير العادله في الخارج اللي ما نفهمش معكم كتبداو تسبوا، ما كتخافوا ديك الساعه لا من الفتنه والو. ملي كيكون المغرب عاد كتبان لكم الفتنه، سبحان الله، كيبان لكم المسلمين وكيبان لكم الوصايا 17. راه ماشي معقول هادشي. راه المغاربه معروفين بالجود والكرم، معروفين كذلك بعزه النفس والكرامه، وحتى شي واحد ما يقيس لهم بلادهم، وحتى شي واحد ما يقيس لهم رايتهم، حتى شي واحد ما يقيس لهم رموزهم. ولكن الفلطه على هذوك اللي عرضوه ويخليونا نوليو ضحكه. راه الدل وقله النفس ما كتجيش معانا، وحيدوها منكم، وراه تبقى لكم غير هاد البلاد. راه الناس كيهاجروا 10 سنين وكيرجعوا ليها وكيخليو ولادهم بعلاقه معاها. مالكم اصاحبي؟ اي حاجه متعلقه بالمغرب والفتنه ما تهضرش. يسبنا دابا بنادم يدير لنا اللي دار، ملي كينوض شي واحد يدافع ولا يجاوب الفتنه. راه ما كاينش شي فتنه قدكم. نتوما نازل الطابور الخامس اللي ما عندكم نفس، يقلل النفس.